العربيه اختلفت تماما في صوت الموتور، في العزم، التسارع، ونسبه توفير. طبعا الجهاز الوحيد اللي اداني النتيجه دلوقتي جهاز بتاع شركه جديد جرين توري. اسمه وليد محمد رفاعي، مهندس IT وشبكات، وحاليا غطاس في شركه بترول. واحنا دلوقتي في فرع جديد، فرع السويس. اي حاجه بتوفر وقود انا جربتها في عربيتي. هو جهاز اللي ركبته، بس الجهاز عباره عن اجزاء كتير جدا. خليه دراي سيل، اللي فاهم في الهيدروجين هيبقى عارف انا بتكلم عن ايه، مع قربة ميه، مع بابلر، مع جهاز BWM، مع كتاوت، مع تحكم كنترول في الامبير بتاع الجهاز. فالموضوع كان كبير، لكن شركه جديد اختصرت الموضوع ده كله في جهاز بيعمل كل ده باصغر حجم وباكثر كفاءه. الجهاز بيركب في ربع ساعه او بالكثير ثلث ساعه. صراحه كان اول مره اشوف ميه تنزل من الشكمان عندي في العربيه. انا عارف ان هو مش حاجه اساسيه يعني، بس دي حاجه جديده عليا، اول مره اشوفها بصراحه. حسيت ان الجهاز فعلا فرق في العربيه. العربيه شنجان CS 35 موديل 2015، 1600 سي، تنفس طبيعي. العربيه عزمها مختلف عن نفس الموديل ده من العربيه. انا سوقت عربيه تاني نفس الشركه بالظبط، نفس العربيه، نفس الموديل 2015، في فرق كبير.